السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض فسيخ، او انا اخر واحدة عملت فسيخ عملت الفسيخ بتاع شم النسيم، بس معلش والله كنت مشغولة. المهم ان انا يعني هفيدكم كتير في الفيديو ده. متنسولناش في اللايك وتابعونا واتفرجوا على الفيديو للاخر. اول حاجة انا ده كيلو ونص سمك، 3 سمكات زي ما انتوا شايفين. السمك ده انا جايباه من امبارح العصر، جاي من امبارح العصر، لفيته في كيسه كده واخدته حطيته في البوتاجاز زي ما هو. احنا النهارده الظهر، تاني يوم الظهر. دي التركه اللي هتخلي السمك يستوي بسرعه معاكي، او دي اكتر طريقه هتظبط معاك الفسيخ، جربيها وعلى ضمانتي. المهم احنا من العصر لتاني يوم الظهر عشان الجو كويس. ممكن تقللي الوقت بقى على حسب درجة الجو. يعني انت مثلا ممكن تجيبيه الصبح تعمليه بالليل لو الجو حر، والعكس. يعني مثلا تجيبيه بالليل تعمليه تاني يوم الصبح لو الجو حر. انما احنا ممكن نزود عن كده لو الجو ساقع، واحنا الجو كويس الايام دي، لا حر ولا ساقع. مهم احنا بيتناه كده، السمك ده بات في كيسه زي ما هو زي ما جه، وخدناه غسلناه كويس زي ما انتوا شايفين، وحطينا بقه في الحنفية زي ما انتوا شايفين اهو علشان المية اللي جوه. ماشي. وهنغسل كل السمك بنفس الطريقة، نغسله كويس جدا جدا جدا، ونغسل النخشوش بتاعه، ونغسله وندخل المية فيه من فوق من بقه كده من فوق زي ما بان من شوية في الكاميرا او في الفيديو. وتعالوا بقى مع بعض هنشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنبقوا محضرين اكياس جنبنا. اول كيس فيهم كيس جامد جدا، واوعي يتخرم مننا. اول كيس فيهم يعني شفتوا اللي هو بتاع الباليتات بتاعت السوداني ده انا جايباه من مكان بتاع سوداني عندنا في البلد. بيعمل باليتات، يعني بيوزعها على المحلات. المهم ان هو كيس كويس محكم، كيس جامد، ده اهم حاجة. ماشي. اول حاجة بقى هنجيب الملح مع بعض، هنشوف هنحط لكل سمكية قد ايه. اول حاجة كل سمكية هتاخد لها معلقة ونص ملح ابيض ناعم عادي، ملح من اللي احنا بنستعمله بتاع المطبخ، معلقة ونص. عايزاه حادق يبقى معلقتين، عايزاه كويس يبقى معلقتين ونص. سمكك صغير يبقى معلقة وربع لو عايزاه عادي، او معلقة. ماشي لو صغير. انما السمك بتاعي ده السمكية نص كيلو، يعني انا حاطه عشان يبقى كويس وانا عايزاه يستوي بسرعه معلقه ونص. عايزاه حادق هيبقى معلقتين من الملح الناعم، مش الملح الخشن الصخري. الثلاث سمكات دول لهم معلقه برضو من بتاعه الاكل الكبيره شطه، ومعلقه ونص كركم. تمام. زي ما انتوا شايفين عملنا الخلطه دي وخدناها حطيناها في الكيس زي ما انتوا شايفين كده، عملنا فرشه. وهنملى النخشوش جامد، ناخد نملى النخاشيش زي وندكها كده زي ما انتوا شايفين. معلش عشان النور كان قطع، فيعني دي اضاءة التليفون. ماشي. وهنعمل نفس الطريقة في كل سمكة، ونعملها ادوار. بس انا يعني احنا عدد صغير فانا مش محتاجة الادوار عشان السمك غالي، ويعني يا دوبك كده. آه زي ما انتوا شايفين اهو، البطن تحت بس خلف وخلاف، راس هنا ديل هنا، والراس عكس عكس وعكس. يعني الراس يم هنا حطينا الديل يم هناك، والعكس زي ما انتوا شايفين. والبطن فوق والظهر تحت. ورشنا بقى اللي فاضل زي ما انتوا شايفين اهو بقية الخلطة. انا حطيت شوية كركم كمان يعني على الوش كده، حسيت ان انا عايزة احط زيادة شوية فحطيت. تعالوا بقى شوفي، فرغنا الهواء جامد جدا جدا جدا، وهنحاول نربط على قد ما نقدر، بس طبعا علشان بالراحة عشان ويكون الكيس جامد عشان ما السمك ما يخرمش الكيس. والكيس لو اتخرم خلاص هي كده ضاعت. بس اهم حاجة اول كيس يبقى جامد جدا وزي المشمع، كيس جامد كده. بعد كده هنفضل نلفه في اكياس زي ما انتوا شايفين. ادي الكيس التاني، ده يعني الاول كيس اللي احنا عملنا فيه وكيسين بعدها، يبقى ده التالت. الرابع، ده رابع كيس. هنشوف لسه هنحط كيسين كمان. الخامس ده الاسترتش راب، ده بقى غالي ومش عارف ايه، لا حاجات موجودة من عندنا ومن مطبخنا وحاجة تمام يعني.
كده خلاص خلصنا. هناخده بقى وعلى البلكونة بتاعتك متأمنة تحطها فيه. تعالوا بقى، شايفين الشمس عليه؟ هيفضل كده بقى اليوم كامل زي ما هو. وبعد كده بكرة هقلبه على الجنب التاني، وبعده هقلبه على الجنب اللي بعده. انا يعني هتأخر عليه، او انا هحطه في الشمس 3-4 ايام. انا في العادي بحطه يومين وبعد كده احطه في مكان مغلق بقى، بس انا هسيبه 3-4 ايام علشان انا يعني النهارده التلات ومفيش اي وقت. زي ما انتوا عارفين النهارده، يعني النهارده الاربع، يعني هو كان جاي امبارح التلات، النهارده الاربع، يعني مفيش اي وقت، حوالي 6 ايام اللي فاضلين. فيدوبك عايزه يستوي كويس. وتلحقي تعمليه لو هتأخري كمان يوم، وممكن يعني يطلع معاكي على يوم شم النسيم. لو على تاكلي مثلا على العصر ممكن تلحقي. انا هسيبه بقى في الشمس وافضل اقلبه. ولو سمك اصغر يلحق جدا، لو سمك اصغر يعني 3 في الكيلو، ده 2 في الكيلو ممكن. لو سمك 3 في الكيلو او 4 في الكيلو يلحق، تجيبيه النهاردة ويلحق. لو 3 في الكيلو يلحق معاكي كمان، لان خلاص هو كده فاضل 6 ايام. يعني انت لو ناوية النهاردة تمام. والتركية اللي انا قلتها لك في الاول ان انت تبيتي السمك دي هتجيبهولك بسرعة جدا، وهيبقى سمك زبدة وجميل. طبعا احنا هنقلبه في الشمس زي ما قلنا، وانا هسيبه 3 ايام في الشمس بدل يومين. وان شاء الله يا رب اكون قدرت افيدكم. وما تنسوناش في اللايك والشير. ولو حد عنده اي سؤال بخصوص موضوع الفسيخ يكتب لي في الكومنتات وهرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.